خليني اكلمك عن الثانويه العامه، وممكن تيجي تقول لي بقى انا شفت فيديوهات زي دي كتير وكل خليك بس معايا للاخر. الثانويه العامه مش هي اللي هتحدد حياتك، معروفه دي. اللي بيحدد مستقبلك هو شخصيتك، دي برضو معروفه. بس اللي انت هتلاقي نفسك ضايع فيه دلوقتي، انا المفروض دلوقتي اعمل ايه، وحاسس انك لوحدك ومحتاج تاخد قرار. بس صدقني يا صاحبي انت مش لوحدك. خليني اقول لك بناء على خبرتي الشخصيه والعمليه الخطوات اللي انت محتاج تاخدها دلوقتي، بغض النظر عن انت جبت ايه في الثانويه العامه، لان ده بالنسبه لي مش مقياس. اول حاجه تحديد الكليه. لو الرقم اللي انت جبته في الثانويه العامه محزمك شويه ومحددك ومش عارف انك تروح الكليه اللي انت كان نفسك فيها، حاول تختار اقرب كليه للبيت عشان توفر على نفسك وقت ومجهود وكمان فلوس. الخطوه الثانيه، مجرد ما تبدا دراسه حاول انك تقلل وجودك في الجامعه لو انت مش مضطر انك تحضر. وما تستغربش ان انا بقول لك كده، لان صدقني اللي انت هتتعلمه بره الجامعه ممكن يبقى احسن بكتير قوي من اللي انت هتتعلمه جوه الجامعه. محتاج هنا تتعلم مهارات كتير، اولها وعلى راسها الانجليش، لان الانجليش مش بس هينفعك في الكارير بتاعك، هينفعك في اي حاجه انت عايز تدرسها وتذاكرها. تاني نقطه، انت محتاج تتعلم مهاره تقدر تشتغل بيها، زي مهارات الفريلانسنج، زي الجرافيك ديزايننج، الترجمه، الفيديو اديتنج، وغيرها كتير من المهارات اللي تقدر تشتغل بيها بشكل فريلانسنج. محتاج تقسم وقتك ما بين الدراسة وشغلك اللي بتتعلمه والمهارات اللي بتتعلمها، ووقت لعبك اللي هو وقت الفن اللي ما ينفعش ما يبقاش موجود في حياتك. وكل ما تبدأ تتعلم الحاجة بدري كل ما هتوصل أسرع. اكتب لي في كومنت وقول لي ناوي على ايه.